في فيديو النهارده هقولك ازاي تعملي قشطوطه بالمانجا بطريقه سهله وبسيطه من غير مقادير كتير ومن غير كمان فرهضه وقف في المطبخ كتير. وعشان نعمل معانا اسهل واسرع قشطوطه بالمانجا نستخدم معانا هنا كده قالب من الكيك الفانيليا. طبعا تقدروا ان انتوا تعملوه في البيت، وهنبتدي ان احنا نقطعه بالطريقه دي كده عملنا اول طبقه من الكيك. تعالوا بينا بقى نحضر الكريمه بتاعتنا. وعشان نعمل الكريمه بتاعتنا النهارده هستخدم معاكم الهاند بلندر من بيور. عايزه اقول لكم الموتور بتاعه قوه 800 واط. عايزه اقول لكم كمان بيجي معاه الدورق ده بيكون ضد الكسر، ومعاه كمان القطعه دي، ودي اللي هي الهاند بلندر اللي هي بديل الخلاط. والقطعه دي كمان نقدر نعمل بيها الكريمه زي اللي احنا هنعملها دلوقتي، او الكيك، وكمان للبيض والحاجات دي كلها. لو عايزين تطلبوه اطلبوه من صفحه سوق المطبخ، وعايزه اقول لكم كمان عليه ضمان لمده 2 سنين. معانا هنا كوبايه كده من الكريم شانتيه، ومعانا هنا كمان باكت كده من الكريم كراميل البودر، ونص كوبايه من اللبن يكون ساقع او متلج، وشويه من عصير المانجا. معايا هنا كمان سكر بودر، ونمكس بقى كل الكلام ده مع بعض. قبل ما نحط طبقه الكريمه معانا هنا على الكيك هنسقي الكيك بشويه كده من عصير المانجا. انا عايزه الكيك كله يبقى مسقسق بعصير المانجا. هناخد بقى طبقه الكريمه اللي احنا عملناها ونحطها على طبقات الكيك دي بقى، ان احنا نفردها بالطريقه دي. معايا هنا بقى اخر حاجه كده نحطها على الوش هنا هي قطع المانجا. نحط عندنا هنا بقى كده وحدات كده من الكريز بالشكل ده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ عملنا مع بعض اسهل واحلى والذ قشطوطه ممكن تعملوها. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم.